اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. النهاردة مع بعض هنعمل البطاطس باللحمة بطريقة جميلة جدا جدا وبسيطة، ومش هتاخد معاكي أي وقت. بس خليكي معايا وامشي على خطواتي وقوليلي رأيك. بس يلا الأول حطي اللايك وتعالي شوفي احنا عملناها مع بعض ازاي. بصي انا جبت بقى الصينيه وحطيتها على البوتاجاز من فوق، وطبعا الماده الدهنيه اللي انت حابه تحطيها هتحطيها. ونزلت بالبصلايه، طبعا ما حبيتش ان انا اكبر البصلايه قوي او اصغرها قوي. ما حبيتش اكبرها قوي لان ولادي ما بيحبوش طعم البصلايه في الاكل، لكن في حاله واحده بيحبوها لما بتبقى متكرمله مع الفراخ، بتبقى خطيره جدا وبتبقى دايبه وتحفه. وبدأت ان انا احط البصلايه بقى وايه اديها اللون الاصفر، مش هدبلها، هديها اللون الاصفر بس في الطاسه. قلبنا البصله تقلبتين حلوين كده. خلاص استنوا معايا خطوه بخطوه. قلنا هنجيب رشه بسيطه جدا من السكر ونحطها فوق البصلايه. الرشه دي تكايه رهيبه جدا، بتخلي الاكل زي السكر. وهنبدا ان احنا نقلب البصلايه كويس جدا. اوعي تنسي تحطيها، وبألف هنا للي يعملها بنفس الطريقه. وبعد ما حطينا السكر على البصلايه، هنروح نجيب بقى ايه قرنين الفلفل حار على بارد. اللون اللي انت يعني عايزه تلوني، عايزه يعني اللي موجود عندك في البيت، فلفل اخضر احمر اصفر، اي لون موجود عندك في البيت انزلي بيه على البصلايه وابداي قلبيها. برضو مش هنسيبها تدبل، هنروح حاطين عليها ايه فصين من التوم. زي ما انتوا عارفين ان انا مفرزه التوم، فهنبدا ننزل بفصين من التوم اللي احنا كنا مفرزينهم، وهنسيبه يعمل مع البصلايه شويه يتشرب بالبصلايه وقرن الفلفل. وعلشان نبدأ نحط ايه التوابل بتاعتنا، احنا مش مدبلين، احنا بس مدين اللون الاصفر علشان مش عايزين البصلة تدبل خالص. ونزلنا بقى بايه بالفلفل الاسود. هننزل ببهاراتنا الجميلة اللي انت حابة تحطيها، فلفل اسود، 7 بهارات، كمون، اللي انت حابة تحطيه من البهارات حطيها. وهبدأ اقلب البهارات كلها مع البصلاية وقرن الفلفل كويس جدا جدا علشان كله يختلط ببعضه. خلاص كده انا حسيت ان هي ممكن تتلدع مني، هحط ربع كوباية مية لان انا مش حاطة بصل كتير ومش حاطة فلفل كتير. هحط ربع كوباية المية علشان ما تتلدعش مني، وعشان كده كده البصلة ناشفة ما فيهاش مية. خلاص كده هنحط بقى ايه البطاطس بتاعتنا. بصوا كلها ورا بعضها، مش محتاجة حاجة. بس عايزه اقول لكم يا ريت اللي اول مره يشوف قناتي ما ينساش بالاشتراكات ويفعل الجرس علشان يوصل له كل جديد. وكومنتاتكم الجميله ربنا ما يحرمني منكم ابدا، ونفضل مع بعض على طول. ولايكات كتير 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 علشان القناه تفضل معاكم. بعد ما حطينا البطاطس هنبدأ نقلب بقى البطاطساية مع التتبيلة مع التوابل مع البصلة مع الفلفل مع الثوم، كله هنقلبه عشان يختلط ببعضه ويدي الطعم. طبعا انا مش عارفة اقول لكم الريحة كانت عاملة ازاي من قبل ما انا اعمل اي حاجة. ورحت جايبة الكبة وفرمت فيها الطماطم بتاعتي، ما عملتهاش في الخلاط بمية، انا حابة ان انا افرمها من غير مية، بتدي طعم احلى جميل جدا مع البطاطس واللحمة. وبدأت ان انا اقلبها كويس الطماطم مع الحاجة بتاعتي علشان تبقى جميلة. الريحة كانت روعة من قبل ما احط اللحمة. بصوا ممكن تعملوها برضو بنفس الطريقة دي مع الفراخ، بس انا بعملها مع اللحمة بالطريقة دي بتبقى روعة. خلاص كده هقلبها كويس جدا علشان الطماطم تختلط بالبطاطس والبصل والفلفل والتوابل بتاعتي وتدي طعم وريحة جميلة. انا مش عارفة اقول لكم الريحة كانت عاملة ازاي، كانت روعة. طبعا اللحمة مش زي الفراخ، اللحمة بتاخد وقت في السوا والبطاطس ما بتاخدش وقت. فانا اديت للحمة كده غلوتين 3 بس علشان بس إيه تديها ربع السوا او نص السوا اللي احنا محتاجينه، علشان اما نيجي نعمل البطاطس ما تستويش وتتهري واللحمه تكون لسه ما استوتش. فانا اديت للحمه نص السلقه بتاعتها ونزلت بيها على البطاطس. بدأت ان انا اقلب اللحمه في البطاطس كويس جدا. خلاص كده بصوا البطاطس منزله سوائل، لكن السوائل دي مش هتسوي معانا اللحمه. هنعمل ايه؟ تعالى اقولك هنعمل ايه. احنا سلقنا اللحمه، هناخد من الشوربه اللي احنا سلقنا منها اللحمه
وهنسوي فيها بقية اللحمة بالبطاطس. يعني احنا اخدنا سلقنا اللحمة نص سوا، هناخد من الشوربة بتاعتها نكمل بقية سوا البطاطس واللحمة مع بعض. ما شاء الله جميلة كده. حطينا الشوربة بتاعتنا اللي احنا عاوزينها نسوي بيها الاكل، هنقلب كله تاني مع بعضه ونسيبه يدي غلوة كده على النار علشان ننزل بالملح على الاكل. زي ما انتوا عارفين انا بحب احط الملح في الاخر خالص. ونزلت بالملح وهقلب برضو تقليبة تانية للحمة والبطاطس مع بعض. شفتوا بقى البطاطس مش بتاخد اي وقت على النار، علشان كده انا اديت للحمة السلقة بتاعتها. بس انا عندي ولادي بيحبوا اللحمة بالبطاطس زي ما بيحبوا الفراخ بالبطاطس، فانا اوقات بنوع لهم، اعملها لهم مرة باللحمة ومرة بالبطاطس، واوقات بعملها لهم طاجن في الفرن. بس انا النهارده عاملاها على البوتاجاز. خلاص كده غليت وبدأت تتشرب، وخلاص كده الشوربة بتاعتها اتشربت. هاخدها واروح احطها في الفرن علشان تدي اللون بتاعها جميل وتاخد الشكل بتاع الفرن. بصوا ما شاء الله طلعت من الفرن كانت جميلة ازاي. بس حقيقي انا عايزه اقول لكم كانت من غير الكاميرا شكل كمان احلى بكتير واروع بكتير، بس هي الكاميرا مش مبينه الشكل قوي، لكن هي كانت خطيره. كانت اخده لون روعه، وكانت نشفت كل السوائل اللي فيها، تحس ان هي لحمه مشويه ما شاء الله. خطيره جدا جدا جدا. وجيت كنت عامله بقى شويه رز بشعريه وزينته بحبه حاجات كده من فوق عشان خاطر الولاد تعجبهم كده. ورحت جبت بقى ايه شوية شوربة. يا رب يكون الفيديو عجبكم، اتمنى يا رب يكون عجبكم، ويا رب يكون عند حسن ظنكم، والناس اللايك يحط اللايك، وانتظروني في الفيديو القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.